تخيل في الوقت اللي انت بتحتفل فيه مع عيلتك بالعيد يحصل حريق كبير جدا في بيتك. القصة مش في الحريق، الحوادث بتحصل. القصة كانت في اللي حصل بعد الحريق. العيلة كانت مكونة من 10 أولاد والأب والأم، 9 منهم كانوا موجودين في البيت وقت ما الحريق حصل. القصة برضو ما كانتش هنا. الأب والأم و4 من أولادهم خرجوا من البيت ونجوا من الحريق. الخمسة اللي فاضلين ما اتحرقوش وما ماتوش يا صديقي، اختفوا بالكامل، اتبخروا. انت متخيل يعني ايه 5 ما يفضلش منهم عظمة واحدة ولا سن؟ مش معروف لحد دلوقتي ايه بالظبط اللي حصل له. القصة أبعد من مجرد حريق. كل عام وانت طيب، عيد سعيد عليك وعلينا، يا رب تكونوا دايما في احسن حال. القصه بتبدا في مدينه فيدفيل، بدات سنه 1945 وتحديدا يوم 24/12 لما كانت العيله دي بتستعد لاحتفالات عيد الميلاد. العيله مكونه من الاب جورج والام جيني. ابوهم كان بيشتغل في نقل مواد البناء، وبعد فتره بقى بيشتغل في نقل الفحم. كان عنده شركه خاصه بيه، وهو ومراته كانوا يعتبروا من العائلات اللي في المستوى المتوسط في المنطقه اللي هم عايشين فيها. العيله دي كان عندهم 10 ولاد، بسم الله ما شاء الله يعني. وقت ما القصه دي حصلت كان في ابن منهم اللي هو الكبير ده موجود في الجيش، وكان في 9 ولاد وبنات موجودين في قلب البيت. المهم ان الساعه 1 بعد منتصف الليل تحصل حريقه في البيت ده، بان الام تشم ريحه دخان فتصحى مفزوعه وتخرج هي والاب بسرعه من البيت، ويخرجوا معاهم 4 اولاد من اللي موجودين من ولادهم يعني اللي معاهم في البيت، ويفضل 5 من ولاد الراجل ده موجودين جوه البيت. الاب هنا حاول ان هو يساعدهم بانه يجيب السلم الطويل اللي موجود عنده ويطلع على النافذه بتاعه البيت ويحاول ينقذ ولاده، لان السلم بتاع البيت كان نار ماسكه فيه. ولكن لقى الاب ان السلم مش موجود، حظ سيء. المهم انه قرر يجيب العربيتين بتوعه علشان خاطر يحطهم ويطلع عليهم. بس للاسف برغم ان العربيتين في الليله السابقه كانوا شغالين بيرفكت، فجاه العربيتين عطلانين ومش شغالين، حظ سيء اكتر. المهم انه يحاول انه هو يروح للجيران علشان يتصل بسرعه بالمطافي، ولكن فجاه يلاقي ان سلك التليفون مقطوع، حظ سيء للمره الثالثه. انا عارف انك ابتديت تفهم ان القصه مش حظ سيء، في حاجه غلط في القصه دي، بس كمل علشان تفهم قصدي. المهم ان واحد من الجيران قدر انه يساعد عن طريق انه يكلم المطافي بس من تليفون في وسط المدينه دي، وفعلا المطافي تيجي، وبعد 45 دقيقه واقف فيها الاب والام و4 من ولادهم بيتفرجوا على البيت بيتحرق ومستنيين ان القصه دي تنتهي ويشوفوا ايه اللي حصل للخمسه اللي جوه. المفارقه الاولى في القصه دي هو ان الاب والام والاولاد ما كانوش سامعين اي صرخات للولاد اللي موجودين جوه. ما الناس بيتعرضوا لان هم يتحرقوا احياء. اي كائن حي لو بيتعرض لانه بيتحرق وهو حي، سواء كان انسان او حيوان، هيطلع صوت، هيصرخ او هيعمل اي صوت. ما كانش في حاجه غير كده، صمت بس، صوت الرياح وصوت النار اللي بتاكل الخشب بتاع بيت جورج وجيني. بعد ما المطافي تطفي البيت ويبقى عباره عن رماد قدام الاب والام، يبتدوا يدوروا على الاطفال الخمسه دول، لكن للاسف ما يلاقوش ليهم اي اثر وكانهم اتبخروا. اصلا ده مش منطقي. الناس او الجسم الحي علشان يتبخر بالشكل ده وما يبقاش ليه اثر لازم يتعرض لدرجه حراره عاليه جدا لمده ما تقلش عن 2 ويمكن اكتر. الحريق استمر لمده 45 دقيقه، وما كانتش درجه الحراره اللي موجوده كافيه لان هي تبخرهم بالشكل ده او تدوب بمعنى اصح الهيكل العظمي بتاعهم واسنانهم. اقصى حاجه ممكن تحصل هو ان الاولاد دول بعد الشر علينا جميعا يتفحموا ويتبقى هيكل العظم بتاعهم. انما انت متخيل حتى مفيش بقايا، يعني مش هقول لك حتى حته من هيكل عظمي باقيه، سن من هنا مش عارف ايه من هنا، ده مفيش اي اثر ليهم. المهم ان الشرطه هنا قالت ان القصه دي كلها جايه من ماس كهربائي حصل في البيت ده، ولكن دي كانت النقطه الاولى اللي حسست الاب والام ان في لغز في القصه دي. ليه؟ لان وقت ما الحريقه بدات تحصل كان الاب والام شايفين الكهرباء شغاله لفتره في البيت، وده معناه ان مفيش ماس كهربائي. النقطه الثانيه هي ان الام قبل ما الحريقه تحصل بشويه وقبل ما هي تبتدي تشم ريحه الدخان كانت سامعه صوت ارتطام بيحصل في السقف بتاع البيت، وده اللي بيرجح الناس بعد شويه ان هو ممكن يكون حد كان بيحدف كور ناريه على البيت علشان يولع فيه. هتقول لي طب انت جبت الروايه دي منين؟ احد الشهود فيما بعد قال ان هو شاف ناس بيعملوا كده في البيت من الناحيه الخلفيه، كانوا بيحدفوا كرات. من الاب والام برغم بشاعة الحادث اللي كانت حاصله لكن كان عندهم امل ان اولادهم يكونوا عايشين، لان هم شايفين ان في حاجه مش منطقيه. الحاجه الثانيه اللي ممكن تكون شككت الاب والام ان في مؤامره هو ان قبل الحادثه بفتره قصيره
في واحد من شركة تأمين جه للأب علشان خاطر يتكلم معاه في حاجات ليها علاقة بالتأمين. بس أنا نسيت أقول لك إن الأب يا صديقي والأم هم كانوا مهاجرين إيطاليين، والوقت ده كانت منتشر في إيطاليا حاجة ليها علاقة بموسوليني الزعيم الفاشي، قصة كده مشابهة لقصة هتلر، مش هخش لك في التفصيلة بتاعتها. المهم إن الأب جورج كان من أكتر الناس المعارضين لموسوليني ولسياساته، ما كانش بيحب الراجل ده، بس ما كانش بيكتفي إنه يقول ده يعني جوه نفسه او بينه وبين مراته، لكن كان بيقول ده علنا قدام الناس. منطقه فيدفيل اللي هم كانوا عايشين فيها كانت مليانه بالمهاجرين الايطاليين، فالكلام اللي كان بيدور في المجتمع او الكوميونتي اللي مليان بالمهاجرين الايطاليين ما كانش على هوا بعض الناس من الايطاليين. كانوا شايفين ان انت ليه بتهاجم الراجل ده، انت مش من حقك تهاجمه. وبرغم ان موسوليني اصلا المفروض ان هو اتعدم في السنه دي اللي هي 45، يعني ملوش علاقة بجورج، بس ناس من المؤيدين ليه كانوا شايفين ان ما ينفعش ان انت تتكلم عنه بالبذاءة. الراجل بتاع التأمين ده هدد جورج قبل الحادثة بفترة وقال له ان البيت بتاعك هيتحرق وان اولادك بما معناه هيختفوا يا هيدفعوا الثمن يا هيتحرقوا، يعني حاجة كده بما معناه. الاب لما حصلت الحادثه دي طبعا في بدايتها ما كانش مركز مع اللي بيحصل ومع الاحداث، لكن ابتدى يسترجع القصه دي، ابتدى يسترجع كمان فكره انه السلم الطويل اللي عنده هو ما لقاهوش غير بعديها بكام يوم مرمي عند منحدر قريب من البيت، وان السلك بتاع التليفون اتقطع بشكل متعمد. ولما الشرطه قدرت توصل للشخص المشتبه فيه اللي قطع السلك ده، قال لهم ايوه انا عملت كده، بس انا كنت معتقد انه سلك كهرباء وكنت عايز اسرقه، لكن ما كانش ليا علاقه بحريق البيت ولا كنت بحاول اني اذي جورج. دي نقطه توريك ان الموضوع ممكن يكون متعمد. العربيات اللي اتعطلت، سلك التليفون اللي اتقطع واللي اتقال ان هو كان ممكن يكون سلك كهرباء، الراجل بتاع التأمين اللي هدد التهديد دوت، كل الناس ابتدت تفهم ان في حاجة غلط. ناس ابتدت تتكلم ان هم في الوقت اللي كان البيت بيتحرق فيه شافوا ال5 ولاد راكبين عربية وماشيين على الطريق، مش راكبين العربية لوحدهم، ده في ناس معاهم. بعد فترة من الزمن كمان في حد في فندق قريب من البيت قال ان في 2 رجاله و2 ستات يبان عليهم ان هم ايطاليين دخلوا الفندق وكان معاهم ال5 ولاد دول، وان لما حد ابتدى يتكلم معاهم حد من ال2 الرجاله بص للست اللي بتتكلم معاه دي بنظره عدائيه ومنع الكلام باللغه الايطاليه، وطلعوا باتوا ومشيوا تاني يوم من الفندق. كل دي حاجات توريك ان وارد تكون زي ما جه في دماغك كده، ايوه ممكن يكون حد بيحاول يغطي على القصة بأنه هو عمل الحريقة دي وخطف الولاد ده في شكل انتقامي من مافيا موسوليني، علشان يبقى الراجل ده زي ما بيقولوا عبرة لمن لا يعتبر بمعنى أصح. يعني كانوا جيني وبيتي ومارسا ولويس مش متذكر الخامس كان ايه، بس المهم ان من ضمن الناس دي كان في ولد عنده 9 سنين وحد تاني عنده 12 سنة. فانت هنا هيجي في دماغك سؤال منطقي جدا، طب لما في حد فيهم يعني 9 و12 ده مش طفل، يعني يقدر يبقى فاكر عنوان بيته، يقدر يبقى فاكر وش ابوه وامه كويس، فلما هو اتخطف ليه ما حاولش بعد فترة يرجع مرة تانية؟ ليه ما حاولش يقول بحاجة زي دي؟ ليه ما حاولش ان هو لما كبر حتى، لان هتفضل في ذاكرته، ما هو الذاكرة مش هتتمسح، يعني لو فرضنا جدلا ان هو كان خايف وقت الخطف فمش منطقي انه يفضل كده مدى الحياة. القصة دي فيها 3 نظريات. المشكلة الوحيدة هو ان بعد فترة، يعني بعد 20 سنة من الحادثة دي، في الوقت اللي كان المفروض واحد من اللي اتخطفوا دول يكون في الثلاثينات من عمره، بعت صورة ليه لأمه اللي اسمها جيني، وهي بتفتح البريد لقيت الصورة دي ولقيت مكتوب وراها الرسالة مكتوب فيها لويس سودر، أنا أحب الأخ فرانكي. طبعا القصة هنا قلبت الدنيا بالنسبة لجيني وبالنسبة لجورج، لأن معنى أن يجي لها رسالة بصورة لواحد مشابه لابنها في الثلاثينات من عمره، وابنها لو كان لسه موجود في البيت كان هيبقى في نفس العمر، بتقول لها كده إذن ولادها عايشين أو على الأقل حد منهم لسه عايش. فيقرروا هما الاثنين يعينوا محقق خاص علشان يشوف القصة دي فيها ايه. المحقق الخاص يتولى القضية ولكنه يختفي وما يرجعش مرة تانية علشان القصة تزيد في الغموض بتاعتها. كمان في وقت من الأوقات في حد حاول يضلل جيني وجورج بأنه هو قال ان هو لقى كبد او لقى حاجه خاصه بواحد من الضحايا دول، فخده حطه في صندوق معدني ودفنه. فلما الاب واجهه بالكلام ده، الراجل اعترف ان ده كبد بقري مش كبد بشري، مش كبد الواحد من عياله، هو القصه كلها انه عمل كده علشان يضلله. بعد فتره حد فيهم يلاقي ده فيتقال ان ده رفات بشري. انا مش فاهم اصلا هو ده ممكن يحصل ازاي، بس ده يوريك حجم المؤامره اللي كانت على الاثنين دول. ده اللي انا مقتنع بيه بالمناسبه، ان الكوميونتي او المجتمع الايطالي اللي كان محاوط جورج وجيني واللي كان فيهم اكيد ناس ولائهم لموسوليني
وارد يكونوا حبوا يعملوا الحكايه دي بشكل انتقامي علشان يوروا له ان انت واحد مهاجر اصلا عايش في بلد مهاجر، فما تتكلمش عن واحد هو بالنسبه لهم هم شايفينه بصوره معينه، فخطفوا الاولاد ورجعوهم لايطاليا علشان يقولوا له ان هم هيعيشوا حياتهم كايطاليين مش كامريكيين. ده وارد يكون سيناريو من ضمن اللي حصل. في نظريه بتقول ان من ضمن الثلاثه اللي اتخطف، من ضمن الخمسه اللي اتخطفوا كان في 2 هم سنهم كبير، فدول اتقتلوا علشان خاطر ما يقدرش يعني ما يبقاش الماضي مؤثر فيهم ويعملوا مشاكل، ويتم تشكيل وعي الثلاثه التانيين اللي لسه صغيرين بناس جديده ومحدش فيهم يفتكر القديم. دي نظريه من ضمن النظريات علشان فكره هو ليه محدش حاول يرجع للاب والام دول. فكره ان هم خوفوا الاطفال دول من فكره ان ابوكم وامكم هيتعرضوا للخطر لو انتوا رجعتوا او حصل اي اشاره بتقول ان انتوا عايشين. اللي خطفوهم لو هم المافيا بتاعت موسوليني اكيد وصلوا لهم النقطه دي ان انت لو رجعت ده معناه ان ابوك وامك هيموتوا، فبالتالي الاطفال بفطرتهم البريئه بيقرروا هنا ان يقول لك لا انا هضحي بنفسي، ايه اللي ممكن يحصل يعني، فيقرروا ان هم مش هيعلنوا عن وجودهم. والرساله اللي وصلت للام لو كانت حقيقيه فهي بشكل او باخر كان الولد بيقول لها انا عايش ما تقلقيش انا كويس، بس مش هينفع اعلن على وجودي علشان ما تتعرضيش انت وجورج للخطر. هي فكره التغيير الهويه بان هو يعني زمان ما كانش في زي دلوقتي، مفيش سوشيال ميديا، مش سهل يوصلوا للمعلومه ولا لابوهم وامهم، فممكن يكون بكل بساطه بيوصلوا للصغيرين انك اللي انتوا عايشين معاهم دول كانوا ناس متبنيينكم، او دول او ده كان حلم، او دول ما كانوش اهلكم الحقيقيين، وان اهلكم الحقيقيين ماتوا في ايطاليا، وان دول خطفوكوا واحنا استرديناكم. انتوا فاهمين القصه ماشيه ازاي؟ فده وارد يكون سيناريو من ضمن السيناريوهات اللي اتعملت مع الاطفال دول علشان ما حدش فيهم يقرر انه يرجع، ومع الضغط النفسي الهائل اللي هم بيتعرضوا له، لان خلي بالك هم كانوا جوه البيت لما اتحرق، فالصدمه بتاعه الحريق نفسها تخليهم مستعدين يتقبلوا اي حاجه وما يرجعوش للمكان ده تاني. ووارد يكون اتقال لهم ان ابوكم وامكم ماتوا في الحريق وان احنا انقذناكم بس خدناكم لموطنكم الاصلي اللي هو ايطاليا، فبالتالي العيال نفسها مش عارفه ان ابوهم وامهم عايشين، لان هم مش هيفكروا في كده. هو اللي بيبقى شاغلهم في الفتره دي كاطفال ابرياء حاسين بالخطر هو ان الاب والام ماتوا وان احنا في امان. الام نفسها صديقي في وقت من الاوقات حبت تتاكد من ان ممكن يكون ده حصل لعيالها، فقررت تجيب عظام لبعض الحيوانات وتولع فيها لنفس المده اللي هي 45 دقيقه نفس درجه الحراره، ولكن تكتشف في النهايه ان العظم ما اتاكلش وهو اتفحم بس، فبالتالي اتاكد لها نظريه ان هم ما ماتوش. وطبعا ناهيك عن فكره ان الاب والام اصلا بيبقى دايما عندهم احساس كده جواهم زي رادار بيقول لهم لو الابن او البنت ده مات او لا. في ناس كتير كده ممكن يجي له خبر ان ابنه مات في الحرب يقول لك لا انا مش مقتنع، انا متاكد ان ابني عايش، وبيكتشفوا بعد فتره وارد جدا يكتشفوا ان هو لسه عايش، ما بيبقاش انكار او تروما. وبرغم كل اللي انا حكيته لك ده يا صديقي الا ان الاب والام زي ما قلت لك كانوا دايما ما عندهمش يأس ان عيالهم ممكن يرجعوا في يوم من الايام، لدرجه ان هم كانوا حاطين يافطه على الطريق فيها 5 صور لاولادهم وكاتبين مكافاه $5000، المكافاه دي تضاعفت فيما بعد تقريبا بقت $10000، وكانوا كاتبين تساؤل مهم جدا، هل هم اتخطفوا ولا ماتوا ولا هم لسه على قيد الحياه. ده طبعا اللي كان مكتوب. اليافطه لما انا احط لك صورهم مش ظاهره قوي، هتلاقيني حاطط صور كتير بالذكاء الاصطناعي علشان طبعا 1945 فصور ابيض واسود وفي حاجات فيها مش واضحه. لحد هنا بتكون انتهت القصه بتاعت النهارده وحلقه العيد. كل عام وانتم طيبين، يا رب يكون عيد سعيد علينا جميعا، واتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم بغض النظر ان التفاعل ما كانش الطف حاجه على القصص بتاعت مشرحة 3 و3/4 او مشرحة زندية، ودي كانت من تأليفي، لكن اتمنى بجد ان الموضوع بتاع النهارده يعجبكم. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، شكرا ليكم، سلام.